لو انت ما تعرفش اذا كان احمد فتوح وقع للاهلي ولا لا، تعالى وانا اقول لك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم محمود هشام في حلقه جديده من ملعب المدفعجي، وهنبداها بالصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. لو انت مش متابعنا على اليوتيوب يا ريت تنزل وتدوس زرار السبسكرايب الموجود اسفل الفيديو، وتفعل كمان زر الجرس عشان تتابعنا في كل جديد جاي، وتخبطنا واحده لايك كده عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. طبعا الكلام اللي انا قلته في الدخله بتاعه الفيديو شدك شويه، وانت دلوقتي عايز تعرف ايه اللي حصل بالظبط، وهل فعلا فتوح وقع للاهلي ولا لا. احب اقول لك ان الكلام ده حقيقي فعلا، والعقود فعلا تم الامضاء عليها من جانب احمد فتوح. لكن زي ما انت عارف ان الاهلي مش بيجبر اي لاعب ان هو يوقع ليه بالعافيه، حتى لو اللاعب وقع ليه بمحض ارادته. النادي الاهلي بيتيح للاعب ان هو يسحب العقود بتاعته من النادي الاهلي بعد ما وقعها، وينتقل للنادي اللي هو عايز يروح له. المهم انا عايزك ترجع معايا بالزمن ورا شويه، وقت ما احمد فتوح اتشتم باخلاقياته من جانب رئيس النادي مرتضى منصور. ومشيها يا سيدي اخلاقياته علشان لو في اطفال صغيره بتتفرج على الحلقه ولا حاجه. المهم ان احمد فتوح كان متواجد مع بعض رجال الاعمال المقربين جدا من مجلس الاداره بتاع النادي الاهلي، وكان متواجد معاهم كمان سيد عبد الحفيظ، اللي قدروا ان هم يمضوا احمد فتوح على العقود، واحتفظ بيها سيد عبد الحفيظ لنفسه وسلمها لمجلس الاداره بعد ما تم توجيه الشكر ليه. بجانب كمان ان في احد رجال الاعمال المقربين برضه من مجلس اداره الاهلي اداله عربيه كهديه او عربون محبه علشان بس توقيعه على العقود. المهم ان كل العقود ديت قديمه وما ينفعش ان احنا ناخد بيها دلوقتي، لان اللاعب لسه في الفتره المحميه بتاعه الفيفا، وفاضل له فيها 3 شهور اللي هم 10 و11 و12، وبدايه من شهر يناير ان شاء الله لو فتوح ما جددش للزمالك احب اقول لك ان فتوح في الاهلي وش. لكن اللي حصل النهارده كان غير. النهارده احمد يحيى وكيل اللاعب احمد فتوح تلقى مكالمه هاتفيه من جانب حسين لبيب، المرشح الاقوى حاليا على الساحه لرئاسه مجلس اداره نادي الزمالك. وحسين لبيب طلب من الراجل ان هو يحاول بشتى الطرق ان هو يخلص الموضوع مع فتوح، لان التجديد لاحمد فتوح هو اقوى دعايه انتخابيه حاليا لحسين لبيب. المهم بعد كده ان وكيل اللاعب اللي هو احمد يحيى اتواصل مع احمد فتوح واتكلم معاه، طلباتك ايه يا سيدي؟ وطلباتك كلها مجابه، والتيت والشريط زي ما احنا قلنا قبل كده. المهم ان احمد فتوح كان مماين جدا مع احمد يحيى وكيله، وقال له ان هو عايز المقدم بتاعه كامل 25 مليون، وان العقد بتاعه يتساوى بعقد احمد سيد زيزو. الراجل اتقال له امين وطلباتك كلها مجابه، وطلع جري على حسين لبيب وقال له الموضوع 1 2 3 مع اللاعب. وساعتها حسين لبيب كلم مدير الكوره اللي هو عبد الواحد السيد علشان يخلص مع اللاعب في جلسه ويتم التجديد. ايه اللي هيحصل الايام اللي جايه الله اعلى واعلم، احنا لسه هنشوف. وارد جدا ان اللاعب يجدد مع الزمالك، ووارد برضو جدا ان اللاعب يكمل مفاوضاته مع المقربين جدا من مجلس اداره الاهلي، وتبقى المفاوضات رسميه في يناير، واللاعب فعلا ينتقل للنادي الاهلي الصيف اللي جاي ان شاء الله. لكن في سؤال بيطرح نفسه في اي لاعب بينتقل من الزمالك للاهلي: ايه اللي يخلي لاعب من نادي الزمالك ينتقل للنادي الاهلي، وايه المميزات اللي هو بيحصل عليها؟ انا اقول لك يا سيدي. اولا انت عندك في النادي الاهلي استقرار اداري كبير جدا عن نادي الزمالك، حتى لو حصل ان في شويه زعزعه في استقرار النادي فمحدش بيحس بيها قوي، وبتعدي الموجه دي بسرعه وبيرجع النادي الاهلي لاستقراره من جديد. اما بالنسبه للاستقرار المادي فاللاعب بياخد حقوقه الماديه كامله مكمله شهريا، بطولات كتير ما تعدش، وكمان شعبيه كبيره وسط الجماهير، واعلانات وفلوس كتير. لكن اللي فوق ده كله بقى في احترافيه في المعامله ما بين الاداره وما بين اللاعبين، وكل خطوه بتتعمل محسوبه، وكل خطوه بتتعمل بحساب. عشان كده اي لاعب بينتقل من الزمالك للاهلي او من اي نادي في مصر للنادي الاهلي بيفضل النادي الاهلي علشان الحته دي. حاجه النهارده بقى ما كانتش على البال ولا على الخاطر خالص: محمد عبد المنعم اتطلب ان هو يجدد التعاقد بتاعه، وكمان يكبر العقد بتاعه مع النادي الاهلي ماديا. لكن لما اللاعب اتطلب لجلسه قال لهم ان انتوا قلتوا لي الموسم اللي فات لما جالي شويه عروض ان انتوا هتسيبوني اطلع الموسم اللي جاي ان شاء الله في اي عرض كويس يجيلي، فانا حابب ان انتوا تنفذوا الوعد بتاعكم، وانا مش حابب ان انا اجدد دلوقتي. انا لسه عندي بطوله كاس الامم الافريقيه، وكمان في بطوله كاس العالم للانديه، يمكن اتشاف في نادي من الانديه الكبيره ويطلب التعاقد معايا الصيف اللي جاي. طبعا الوعد دوت كان فعلا موعود بيه محمد عبد المنعم السنه اللي فاتت، عشان كده ما تمش انتقاله من النادي الاهلي لاي نادي تاني طلبه. وفي مرونه طبعا دلوقتي من النادي الاهلي اللي فعلا فضوا الجلسه مع محمد عبد المنعم، وقالوا له فعلا لو جالك اي عرض كويس انت جايز تجيب لنا 10 مليون دولار 12 مليون دولار 15 مليون دولار، انت لاعب لسه صغير في السن وكمان ادائك كويس في الملعب، وارد جدا ان يجي لك عرض من الانديه الاوروبيه او الانديه العربيه اللي موجوده مثلا زي السعوديه. عندهم الدوري دلوقتي قوي، بيدفعوا فلوس كبيره جدا في اي لاعب يجي لهم، فجايز فعلا محمد عبد المنعم يدخل دخل كبير للنادي زي ما عمل قبل كده فعلا حمدي فتحي ومحمد شريف. لكن في الوقت الحالي فعلا اداره الاهلي مش ممنعه خروج محمد عبد المنعم خلال الصيف اللي جاي، لكن في بديل متوفر هو اسامه جلال مدافع نادي بيراميدز، اللي تواصل معاه احد المسؤولين في النادي الاهلي، لان اللاعب هيخلص الفتره المحميه بتاعته في يناير اللي جاي وهيكون جاهز للتعاقد
تعاقد مع اي نادي، لان هيكون فاضل 6 شهور في العقد بتاعه اللي هيخلص الصيف اللي جاي. اللاعب عنده مرونه طبعا للانتقال للنادي الاهلي، لكن هو حابب ان هو يناقش العرض ده في يناير اللي جاي عشان يكون خلص الفتره المحميه بتاعته. لكن هل في بدلاء عن اسامه جلال؟ في بدلاء عن اسامه جلال كتير جدا، لكن المرشحين كلهم محليين ومفيش اي نيه لتعاقد النادي الاهلي مع مدافع اجنبي. تم رفع الايقاف وكمان الغرامه من على لاعبنا محمود علاء الجندي المجهول اللي موجود في نادي الزمالك حاليا، وكمان رجع للتمرينات الجماعيه. طبعا الكلام ده بعد ما اعتذر للجهاز الفني عما بدر منه الايام اللي فاتت، لكن اللي زعل من القرارات ديت هو مدحت عبد الهادي اللي مصمم ان الغرامه تظل موقعه على اللاعب. انا من موقعي هذا بوجه كلمتين لمدحت عبد الهادي: يا ابني سيب الولا في حاله. وحابب اقول لك كمان لو ما حدش وقف لمحمود علاء جمهور الاهلي هيوقف له. سؤال يطرح بلح برضه، هو ليه ما حدش عاقب ولا وجه اللوم حتى لحاتم بطيشه على الكلام اللي قال الماتش بتاع الزمالك وارتا سولار اللي كان من يومين 3، لما قال اللي يقول لك شيكابالا انتهى قول له، وسكت. يا راجل ده الدنيا ولعت قبل كده لما مدحت شلبي اتكلم في الماتش بتاع القمه ما بين الاهلي والزمالك، لما علي معلول حط هدف وقال لك معلول حط الزغلول. بعدها طلع المجلس الاعلى للاعلام ووقف الراجل لحد نهايه الموسم ما يعلقش على اي ماتشات. فين المعامله بالمثل يا جماعه؟ غرامات على النادي الاسماعيلي. النهارده النادي الاسماعيلي كبير تجار المانجا في الاسماعيليه اتوقع عليه غرامتين على الصبح كده واحنا بنشرب الشوب بتاع الشاي بلبن بتاعنا والبقسماط. الاولى ب 700,000 دولار لصالح اللاعب محمد بن خماسه، والثانيه ب 859,000 دولار لصالح اللاعب جان موريل، والسداد يكون خلال 45 يوم، والا هيتم ايقاف القيد في النادي الاسماعيلي لمده 3 فترات قيد لحين السداد، ولا يريكم الله مكروه فعزيز لديكم. تم الاعلان رسميا من جانب الاتحاد الافريقي النهارده عن جوائز دوري السوبر الافريقي، لان المركز الاول هياخد مبلغ 4 مليون دولار، والمركز الثاني هياخد مبلغ 3 مليون دولار، اما المركز الثالث والرابع اللي هم الناس اللي وصلوا نص النهائي هياخدوا مبلغ 1,700,000 دولار، والناس اللي شاركت بس في البطوله هياخدوا 1,000,000 دولار. دول الناس طبعا اللي هيطلعوا من دور الثمانيه. 4 مليون دولار في 6 ماتشات هو رقم كبير جدا وكويس جدا للنادي الاهلي ان هو يشارك في البطوله دي رغم ضيق الوقت. والى هنا ايها الساده نكون قد انتهينا من حلقه اليوم. لو عجبتك الحلقه دوس لايك وسبسكرايب. اشوفكم على خير المره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.